بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. وروسيا تطرد نائب السفير الأمريكي وتتعهد بالرد عسكريا تقنيا طبقا للعبارة الروسية. يعني احتمالات الحرب بين روسيا وأوكرانيا تعود للواجهة مرة أخرى. تعالوا نبدأ بقرار روسيا طرد نائب السفير الأمريكي، وهو هذا هو نائب السفير الأمريكي، اسمه بارت جوريمان. الذي جرى أنه هو خلال تواجده في وزارة الخارجية الروسية قال للمسؤولين الروس: سنعيدكم للقرون الوسطى إذا غزيتم أوكرانيا، إذا دخلتم أوكرانيا سنعيدكم للقرون الوسطى. طبعا يشير هنا إلى أنه أمريكا تستطيع أن تمنع تحويلات الدولار عن روسيا، وهذا طبعا يؤدي إلى خراب وتدمير الاقتصاد الروسي وإفلاس الشركات الروسية. أيضا العقوبات: منع تصدير الأجهزة الإلكترونية الحساسة اللي بتقوم عليها الصناعات العسكرية الروسية والمصانع الروسية. تخيلوا دولة بحجم روسيا وفي النهاية بتعتمد على الشرائح الإلكترونية التي يجري تصنيعها في أمريكا وفي تايوان، يعني داخل المعسكر الأمريكي. فبقول لهم سنعيدكم للقرون الوسطى. ممكن أمريكا تقطع الإنترنت عن روسيا. طبعا احنا بنقول له اتفضل عيدهم للقرون الوسطى، حد ما معناكش يا عم الحاج، اتفضل، هم طردوك واهانوك، هنرى هل تتعودهم الى القرون الوسطى ام لا. طيب الواقعة بدأت اليوم بأن السفير الأمريكي ذهب إلى مقر وزارة الخارجية الروسية. طبعا هذا لقاء سابق مع بوتين، بين السفير الأمريكي وبوتين. وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير الأمريكي، قالت له تعالى، فذهب كي تسلموا الرد الروسي على المقترحات الأمريكية. والرد قالوا احنا رفضنا، روسيا بترفض المقترحات الأمريكية لتهدئة الأمور. فتدخل في الحوار نائب السفير وقال لهم: كيف ترفض المقترحات الأمريكية؟ نحن ممكن أن نعدكم إلى القرون الوسطى. فاشتبك وتلاسنا بالكلام، فلم تستمر المقابلة سوى 15 دقيقة. بعدها طبعا ده السفير كان مع بوتين لقاءات سابقة. بعدها جرى طرد السفير الأمريكي. الروس قالوا المقابلة انتهت، أو هو غادر، ولكن أعتقد أن هم قالوا المقابلة انتهت، فطردوه من وزارة الخارجية الأمريكية. يعني السفير المقابلة استمرت 15 دقيقة. خرج بعدها السفير ومعه نائبه، ورفض أن يدلي بأي تصريحات للصحفيين. أما وسائل الإعلام الروسية فأعلنت أنه روسيا قررت طرد نائب السفير. طبعا هذا هو السفير الأمريكي. السفير الأمريكي بعد ذلك على موقع السفارة قال سنرد. وزارة الخارجية الأمريكية أيضا قالت سوف نرد على الإجراء الروسي. طب ردوا براحتكم، احنا معاكم وعاوزينكم تردوا، ولو تطردوا السفير الروسي نفسه في أمريكا يبقى شيء عظيم يعني. طيب من هو نائب السفير الأمريكي؟ وفقا للمنشور في وسائل الإعلام الروسية، أنا دخلت قرأت بالروسي يعني جوجل ترجم يعني، فهم يقولون في الإعلام الروسي أنه ضابط مخابرات أمريكي، وأنه هو يجيد اللغة الروسية، وأنه مسؤول عن إعداد الشباب الروسي الذي سيحكم روسيا مستقبلا. يعني مثل طلاب الجامعة الأمريكية عندنا، أو الطلاب الذين يأخذونهم بعثات إلى أمريكا وبعد ذلك يعودون ويحكموا مصر والدول الإسلامية. هو مسؤول يفعل نفس الأمر، وهو نشر صور لنفسه كثيرا مع هؤلاء الطلاب إلى آخره. يعني دي مدينة في سان بطرسبرغ الروسية. هنا في قناة الجزيرة، مراسل الجزيرة: روسيا تقرر طرد نائب السفير الأمريكي في موسكو. أيضا في قناة الجزيرة الخارجية الأمريكية: واشنطن تدرس الرد على قرار موسكو طرد نائب السفير. ادرسي يا حاج، حبذا يعني لو تطرد السفير الروسي نفسه، تبقى عملت معروف في الدنيا يعني. طيب هنا أيضا في قناة الجزيرة ده كلام خطير يا جماعة. روسيا تقول إنها سترد عسكريا. ترد إيه؟ عسكريا، بس تقول عسكريا تقنيا، عبارة غامضة. هنا في قناة الجزيرة: عاجل الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية. روسيا تقول إن عدم استعداد واشنطن للاتفاق مع موسكو سيدفع روسيا يعني للرد عبر إجراءات عسكرية تقنية.
ما هي الإجراءات العسكرية التقنية؟ والله أنا لست رجلا عسكري، بس عبارة غامضة. إذن روسيا بتقول احتمال نحارب، احتمال ندخل رد عسكري. فده معنى روسيا، يعني الأمور توترت وشعللت. وطبعا كما سنعرف في الفيديو اللاحق أن روسيا بتبني الآن جسور سرية للعبور إلى داخل أوكرانيا. طيب هنا أيضا عاجل في الجزيرة الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية. روسيا تقول تخفيض المخاطر العسكرية غير ممكن دون تخلي الناتو عن تصرفاته التي تهدد روسيا. يعني احنا هنظل احتمال الحرب قائمة. ده بيان روسي رسمي، الحرب، احتمالات الحرب قائمة وقوية، وروسيا سترد عسكريا تقنيا. أيضا روسيا تقول إن الإصرار على سحب روسيا قواتها من مناطق معينة على أراضيها غير مقبول، يعني أن روسيا ستبقى قواتها حول أوكرانيا. أيضا هنا مراسل الجزيرة، أمريكا ردت على طول يا جماعة. أمريكا ما أعرفش بقى أمريكا ولا أوكرانيا ولا مين، الله أعلم. المهم عطلوا موقع وزارة الخارجية الروسية وكل تطبيقاته. تخيلوا هشاشة روسيا، توقف عمل موقع وزارة الخارجية الروسية وكل تطبيقات الموقع. طيب الآن الأمور إلى أين ستسير؟ والله يا جماعة، إذا روسيا سحبت قوتها ولم تدخل هذه الحرب فهي أهينت. هي روسيا الآن بتقول أنا رافضة مقترحاتكم، لا حل دبلوماسي. هتعمل إيه بقى يا روسيا؟ هذا ما نريد أن احنا نتوقع. فالآن روسيا إذا سحبت جيشها فهتبقى بوتين منظره سيء في الداخل وأمام شعبه وأمام العالم، إنه خاف وهم قالوا له يا بوتين اضرب دماغك في أقرب حيطة. وبالأمس الرئيس الأوكراني، وحتى اليوم الرئيس الأوكراني خرج في مؤتمر صحفي وقال سوف ننضم لحلف الناتو، وأن الذي يعرقلنا دولتين ألمانيا وفرنسا. فبوتين بيقول أنا أريد أن أوكرانيا تكتب ورقة. بوتين هذا يقول أريد من أوكرانيا أن تكتب ورقة بأنها لن تدخل حلف الناتو. وأوكرانيا رفضت هذا، قلت له لن أعطيك هذه الورقة. وقالوا لا، الرئيس الأوكراني قال هذا نص في الدستور الأوكراني لابد أن ننضم لحلف الناتو، وتصريحاته اليوم لابد أن ننضم لحلف الناتو. وبعدين حصل أنه سفير أوكرانيا، سفير في بريطانيا، قال والله احنا موضوع حلف الناتو ده موضوع ليس جدي. فالخارجية الأوكرانية طلعت وكذبته، وبعدين هو اعتذر وسحب التصريح. فأوكرانيا اليوم بتقول له يا روسيا يا بوتين أنا هأتي بقوات الناتو وهتبقى القوات الأمريكية على حدودك وإحنا جاهزين للحرب. فالآن أوكرانيا بتقول إنها جاهزة للحرب، وبوتين بيقول إنه جاهز للحرب. طيب الاحتمال الأول إنه روسيا تسحب قواتها ويكون منظر بوتين في الداخل سيء، لكن يعني بس هيبقى إيه المكاسب اللي أنت حققتها بعد ما حشدت كل هذه القوات وسحبتها؟ الاحتمال الثاني إنه يدخل يضرب في أوكرانيا واحتلها. إذا دخل أوكرانيا وهزم الجيش الروسي في أوكرانيا، في هذه الحالة سوف يسقط نظام بوتين كله، المنظومة الحاكمة كلها في روسيا. يعني أعتقد المسألة تبقى انهيار روسيا، لأنه اللي هيجي يحكم روسيا نخبة أمريكية، إنه الشعب الروسي يبقى خلاص. دايما نظام الحكم لما يتضح إنه ضعيف يسقط. ده اللي حصل بعد هزيمة أفغانستان، واللي حصل في مصر في جمال عبد الناصر بعد هزيمة يونيو 67. كان يمكن لو في أي تنظيم قوي كان ممكن يدخل قصر جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر نفسه مرض ومات عنده 50 سنة، شاب صغير يعني، ويعني ظل 3 سنوات وعنده أمراض وسكر وجلطات وبتاع ومات. ففكرة الناصرية القومية انتهت بعد هزيمة جمال عبد الناصر. الاحتمال الثالث إن روسيا تدخل وتنتصر. إذا روسيا دخلت وانتصرت واحتلت أوكرانيا، حتى لو تم فرض عقوبات عليها وأعضاء للقرون الوسطى، هتكون روسيا منتصرة. لماذا؟ لأن الشعب الروسي أو أي شعب بيكون النصر من أجل النصر والكرامة بيتحمل. فطالما إنك تنتصر فالناس بتتحمل الجوع وتتحمل كذا وتتحمل كذا. وإحنا شاهدنا هذا. يعني أنا في مصر في أيام حرب أكتوبر 1973 مع إسرائيل، كان الشعب المصري لا يجد حتى الصابون ليغسل به يده ولا ملابسه، كان الناس تغسل ايدها بالتراب والملابسها بالتراب. فلو الجيش الروسي دخل وانتصر في أوكرانيا
حتى لو أصبحت روسيا فقيرة، حتى لو رجعوها للعصور الوسطى ما في مشكلة. العقوبات 5 سنوات 10 سنوات، وهذه العقوبات في وقت ما ستنتهي. تذكروا الكفار لما فرضوا عقوبات على الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، استمرت العقوبات 3 سنوات وبعدين يعني صعب يعني. أهم حاجة إنك تكون منتصر، طالما منتصر الشعب خلفك سيكون خلفك. أي مكان، نحن الآن سوف ننتظر الرد الأمريكي، وفيه تصعيد عسكري يجري حاليا في شرق أوكرانيا، وأيضا الجيش الروسي نصب جسر مائي للعبور إلى أوكرانيا، وهذا سنوضحه بالصور الأقمار الصناعية في الفيديو القادم، فانتظرونا في الفيديو. هضعه هنا، أرجو مشاهدته من هنا، وهنا قائمة بفهرس فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها، أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وهنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.